مرحبا جميعا. إذا كنت من محبي قاتل الشياطين فقد تكون هناك أخبار مثيرة في الأفق. تشير التسريبات الأخيرة إلى أننا قد نحصل على نافذة إصدار لفيلم القلعة اللانهائية المنتظر بشدة. في هذا الفيديو سنتعمق في تفاصيل هذه التسريبات ونناقش ما إذا كانت التواريخ المزعومة واقعية ونقارنها بجداول إصدار الأفلام السابقة لقاتل الشياطين. ترى سمعتي أن دي مش أخبار رسمية حتى الآن، إذا تقبلوها بحذر يوم الجمعة 10 من يناير. قامت موقع سوني بيكتشرز الفرنسي بإدراج فيلم فعالية غير معنونة لكرانشي رول سوني أنيبليكس مع موعد إصدار دولي في 12 من سبتمبر عام 2025. تمت إزالة الصفحة بسرعة، لكن ليس قبل أن يلاحظ المعجبون ذلك. مواقع أخرى مثل سينستار في ألمانيا وأليسني في فرنسا أدرجت تواريخ إصدار مماثلة مع نطاقات تمتد من 12 من سبتمبر إلى 25 من سبتمبر، مما أضاف المزيد من الشائعات. فقد ذكر موقع البوكس أوفيس الأمريكي ذا نمبرز أيضا 12 من سبتمبر سنة 2025 لإصدارات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، مما يدعم النظرية بأن هذا الفيلم الذي لم يعلن عن اسمه ليس سوى كيميتسو نو يايبا إنفينيتي قلعة. إذا نظرنا إلى نمط الإصدار لفيلم موغان ترين وقوس قرية سورد سميث، فإن اليابان تحصل عادة على تقدم كبير. ظهر كلا المشروعين السابقين في اليابان قبل عدة أشهر من عرضهما الدولي. بناء على هذا الاتجاه، يبدو من المحتمل أن يصدر في منتصف صيف عام 2025، ربما في يوليو في اليابان، مما يسمح بوقت كاف للإطلاق الدولي في سبتمبر. بالتأكيد يتماشى جدول الإصدار مع فيلم موغان ترين الذي عرض لأول مرة في اليابان في شهر أكتوبر عام 2020 ووصل إلى الجماهير الدولية في أوائل عام 2021. قبل من نعرض فيلم قصة قرية صانعية للسيوف محليا في فبراير عام 2023 مع العروض العالمية في أبريل. الجدول الزمني المقترح لقوس قلعة اللانهاية يتناسب مع هذا النمط، مما يشير إلى أن التسريبات قد تكون دقيقة. قوس قلعة اللانهاية هو واحد من أكثر الأقسام في المانجا التي تحتوي على مشاهد حركة وكثافة عاطفية مع معارك ينتظر المعجبون رؤيتها بالرسوم المتحركة. بالنظر إلى نجاح قطار موغان الذي أصبح أعلى الأفلام اليابانية تحقيقا للإيرادات في كل العصور، فإن التوقعات عالية جدا لهذا الفيلم. هل يمكنه أن يتجاوز إرث قطار موغان؟ بس الوقت في البوريجيم بس الحماس بالفعل مرتفع. على الرغم من كل هذا الحماس، تذكر إنه ما كان في أي تأكيد رسمي حتى الآن. رجم نسمع مباشرة من أنيبليكس أو يوفوتيبيل أو كرانشي رول. ظل هذه التواريخ مجرد تكهنات. ما رأيك؟ هل تعتقد أن إصدار في شهر سبتمبر يبدو محتملا لك؟ هل أنت متحمس مثلي لمسرح قلعة اللانهاية؟ شارك أفكارك في التعليقات. أدناه، هذا كل شيء لفيديو اليوم. إذا كنت متحمسا للفصل الكبير التالي لقاتل الشياطين، تأكد من الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة للمزيد من التحديثات. شكرا للمشاهدة. أنا سيفين وسأراك في الفيديو القادم.